مكملين معكم مع آخر فقرة من صباح نور مينا. رح نحكي عن موضوع جدا مهم بخص شبابنا وشاباتنا في البلد، وأيضا في رجال وستات بدوروا على الشغل. بدنا نحكي عن البطالة وعن تحجيم ثقافة العيب، إنه في ناس بيقبلوا يشتغلوا في هاي المهنة، لا عيب، لا هاي كذا. كاتب هذه المقالة أكيد اللي ضيفنا اليوم الأستاذ فارس الحباشني، هو صحفي وكاتب في جريدة الدستور. بنرحب فيه، صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. الموضوع كبير ويستحق أنه نركز عليه أكثر. بدنا نحكي عن الحملة اللي كتبتها وكانت موجودة في مقالتك، اللي هي حملة كلنا شركاء. وذكرت من خلال المقال تحجيم ثقافة العيب، وعشان نكسر هذا المنوال الموجود دائما على لسان الشباب، انه انا عيب اشتغل يمكن هون او ما بحب، فما نكسر هذه القاعده، ولكل قاعده شواذ اكيد. فما نحكي عن هذا اللي كتبته بالبدايه في المقال. هو يعني بالحقيقه يعني مفتاح محاربه البطاله هي تكسير قيم ثقافه العيب. ثقافة العيب تعني بأنه هنالك نوع يعني نمط تفكير، اعتقاد لدى الشباب في المجتمع بأن بعض المهن، أن العمل ببعض المهن هو عيب اجتماعي. عن ايش ناتج؟ عيب اخلاق. طبعا هذا هو مخزون، يعني مخزون من الثقافه الاجتماعيه الموجوده لدى الافراد في المجتمع. صح. وهذا طبعا نتيجه يعني انقلاب وتحول، حتى انه احنا وصفناها بالعيب، هي نتيجه تحولات اقتصاديه واجتماعيه ايضا اصابت المجتمع، ولكن لم تصيب وعي الافراد في المجتمع. بمعنى انه في تاريخ مرحله ما كانت مثلا بعض المهن الاردنيين يستعيبوا ان يعملوا بها. مثلا في الثمانينات كان في نمط يعني نوع من الرخاء الاقتصادي، كانت الظروف الاقتصادية والمعيشية أفضل. دخل المواطن أفضل، تكلفة المعيشة منخفضة أيضا. لذلك كانت بعض المهن يعاب الأردن أنه يعمل فيها، ولكن مع التبدلات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت بالتدريج دخل العامل الأردني إلى مهن كانت بالبداية محظورة اجتماعيا، يعني هي ليست محظورة بقانون أو بتشريع أو بغيره، ولكن هي محظورة اجتماعيا. والآن يعني حجم المبادرة التي أطلقتها الحكومة، وإن كان الرقم لحد ما يعني مرتفع جدا، وهذا يحتاج إلى مراجعة أيضا، لأنه يعني عندما تتكلم عن 18,000 فرصة عمل تستطيع أن توفرها في مرحلة زمنية محددة، يعني هذا أصلا بخلق من حوله سؤال كبير جدا، إنه أين كانت الحكومة في السابق؟ ما دام إنه إحنا سوق العمل يستطيع توليد أو إيجاد في 18,000 فرصة عمل، وهذا الحجم الهائل، إذا إحنا كان في عندنا نوع من التقاعس في الفترة الماضية، نوع من عدم الانتباه وإعطاء أولوية للعامل الأردني لتشغيله في هذه المهن التي يعني الآن تدعي الحكومة بأنها تستطيع أن توفر هذه 18,000 فرصة عمل خلال أقل من 6 أشهر أو عام. يعني هذا رقم يعني مذهل جدا. نعود إلى قصة يعني موضوع ثقافة العيب. يعني المفتاح الرئيسي حتى نستطيع أن نوفر فرص العمل هذه، لابد أن نكسر من ثقافة العيب. ثقافة العيب الآن يعني باعتقادي أنه إحنا بحاجة إلى ثقافة جديدة للعمل، بحاجة إلى يعني نسميه تحريض أو دعاية للفرد والمواطن الأردني باتجاه العمل، قيم العمل. طبعا العمل يعني العمل هو قيمة، وفي نفس الوقت هو كرامة أيضا. حتى تستطيع أن تقنع الفرد بالعمل لابد أن يكون هناك أيضا حزمة من التشريعات الضامنة أيضا لنمط العمل، أو ما يسمى بالاتفاقيات الدولية بالعمل اللائق، أو العمل الذي يضمن التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي، الأجر المناسب، يعني بمعدل الحد الأدنى أو بمعدل العام للأجر، أن يكون ملائم ومناسب أيضا، وأن يكون يعني مطابق لحد ما مع معدل التضخم الموجود في الاقتصاد وكلف المعيشة من حول الفرد والعامل. طبعا هذه الشروط إن توفرت في الوظيفة وفي فرصة العمل، يعني تستطيع أن تقول بأن هذه الفرصة أولا يعني قد تتسم بالديمومة، وأيضا بأنها تحقق للعامل نوع من الأمان الوظيفي. طبعا إذا قرأنا يعني سوق العمل الآن نجد بأنه في هناك أزمة واضحة. يعني إحنا للأسف في الأردن يعني في اقتصادنا الوطني في الفترة الحالية هو يعاني من ظرفين صعبات. أولا تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية، وهي خلقت ارتدادات واضحة جدا على الاقتصاد الأردني، والأزمة الثانية هي الظروف الإقليمية
أكثر من المحيط الأردني، سواء ما يجري في سوريا أو ما جرى بمصر وما جرى ببلدان أخرى. هذا طبعا نعم كان له تداعي واضح على الاقتصاد الأردني. لذلك يعني الآن يعني في أجواء أصحاب العمل، يعني الجو العام لدى أصحاب العمل هي القدرة على التكيف مع هذه الأزمات، ويعني تقليص الانفاق المالي لحد ما حتى احافظ على على الفرص العمل التي اوفرها الان، دون قدره. يعني لا اعتقد بان الاقتصاد الان، ان القطاع الخاص الان بشكل عام قادر على استيعاب فرص عمل جديده في هذه الازمه. لذلك يعني بعض من المؤشرات المحيطه بالمبادره عليها علامه سؤال كبيره جدا. هي مبادره لا شك انها مبادره متميزه، مبادره يعني اجتماعية بامتياز، أيضا وطنية بامتياز، بمعنى أنها تحقق يعني هدف اقتصادي واجتماعي. الكثير من المنظرين والخبراء الاقتصاديين والمخططين في الاقتصاد وفي التخطيط في الدولة طرحوها من القديم، يعني بمعنى أننا بحاجة أن نصل في سوق العمل الأردني إلى لحظة أن يتم فيها إحلال العمالة الأردنية بشكل كامل بعوض وبدل عن العمالة الوافدة، وهي لحظة يعني لحظة طموح ولحظة مثالية الكل يعني نسعى إلى أن يتم تحقيقها. ولكن يعني بعض الظروف والمعيقات باعتقادي بأنها تعطل إنجاز هذه المبادرة بالحجم وبالرقم التي أعلنت عنه الحكومة. يعني من الممكن أنه هاي المبادرة تحل أزمة سوق العمل في الأردن وتحد من نسبة البطالة؟ يعني كبداية هيك في نظرة تفاؤلية من هذه المبادرة؟ شوفي يعني أي فرص عمل جديدة يتم توفيرها للأردنيين تخفف من نسبة البطالة. ولكن يعني نسبة البطالة بالمعدل المعلن عنه والمسكوت عنه. يعني البطالة يعني هنالك رقم رسمي دائما يصدر عن دائرة الإحصاءات الرسمية يتكلم عن 14 إلى 13.5% سنوي، يعني وخلال الأعوام الماضية تراوح الرقم ما بين المعدلين 13.5 أو 13 إلى 14%. هنالك رقم مسكوت عنه وهي البطالة، يعني ما يسمى بالبطالة المقنعة. أيضا هنالك يعني وهو مرتفع جدا. يعني هناك أيضا يعني معيق آخر يعني بتحديد معدل البطالة، وهي فرص العمل الموسمية. أيضا برأيك هل من الممكن وجود البطالة أثره أو سببه أنه كل واحد بده يتخرج بده يشتغل بنفس شهادته؟ هذا ثقافة، يعني هذه مرتبطة يعني بثقافة العيب. يعني بحكي أنا معي بكالوريوس إدارة أعمال بدي أشتغل بإدارة الأعمال مثلا. نعم. أو إدارة مكاتب معينة، ما بدي أشتغل مراسل مثلا إذا صح له. يعني إحنا شوفي إذا أردنا أن نتكلم بصراحة أكثر علينا أن نراجع عدد الهائل للجامعات الخاصة الموجود في الأردن. هذه الجامعات تحولت يعني أشبه بالدكاكين والسوبر ماركات. يعني تجد بأنه كل رأس مال صغير لا يقارب ال1,000,000 دينار بنى عمارة وأخذ ترخيص وزارة التعليم العالي وصار تخرج طلاب بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. للأسف الشديد هذا أصاب العملية التعليمية العالية في الأردن بتشوه كبير جدا على نوعية المخرج، وهي مهمة جدا والأخلاقية. بالإضافة أيضا لأنه يعني سوق العمل الأردني لا يحتاج هذا الكم الهائل من الخريجين بهذه التخصصات. وأيضا يعني معايير القبول في هذه الجامعات هي معايير منخفضة ومتدنية، وأيضا لا تخضع للشروط الموضوعية. يعني وأيضا يعني بشكل عام أنتجت كم هائل من خريجين الجامعات. للأسف الشديد كان خريج الجامعات الأردنية بمرحلة ما هو يعني تتسابق أسواق العمل العربية على جذبه، يعني سواء دول الخليج وغيرها. أيضا حتى في أوروبا أيضا عندما كان خريج الجامعة الأردنية أو جامعة اليرموك على سبيل المثال كانت يعني كثير يحط يعني 3 خطوط حمر تحت اسم الجامعة لأنه هذا مطلوب يعني. ولكن الآن إذا بتذكر اسم جامعة خاصة يعني بدون ذكر أسماء يعني تجد هناك يعني لم نحافظ حتى على تسويق مخرجنا من طلبة الجامعات. يعني للأسف الشديد تراجع إلى حد كبير جدا. يعني هي مسألة الوظيفة والاختصاص هي مسألة يعني كمان أيضا هذا معقد، وهي يعني تكسير قيم ثقافة العيب ويدخل في هذا الإطار وفي هذا السياق. لأننا إذا كسرنا القيم ثقافة العيب يعني خريج إدارة الأعمال أو خريج القانون أو خريج الهندسة مثلا قد يعمل بشكل مؤقت بوظيفة أخرى، وقد يعني يكون لديه
الرغبة ولديه الطموح ولديه يعني الوعي الشخصي بأن يتحمل مسؤولية عاشة نفسه على الحد الأدنى قبل أن يصل إلى. طبعا كمان في يعني ملاحظة استدركها في سياق حديثنا، وهي متعلقة بخدمة العلم أيضا. خدمة العلم، الجيش، كانت هذه لحظة مهمة جدا في حياة أي فرد، يعني أي فرد أردني، أي شاب أردني. هي لحظة العامين 24 شهر كان يقضيهم في التدريب العسكري. كانت هذه أيضا هي زمنيا فترة مهمة جدا ما بين يعني التخرج من الجامعة، عامين في خدمة العلم، من بعد يعني يعود للبحث عن فرصة العمل. يعني كانت الأمور منظمة يعني كانت أكثر. منظمة أكثر. نعم. وكانت يعني بنوع ما يعني تخفف من الأزمة، أيضا تبقي هذا الشاب والفرد مرتبط مؤسسة وطنية، يعني صحيح. تبقى تحت العلم وتحت الشعار وتحت القيم والتعبئة الوطنية وغيرها، يعني من المسائل الإيجابية أيضا اللي تساعد على تنشئة متوازنة وطبيعية طيب عودة أستاذ فارس للمبادرة. نعم. هل هناك نظرة تفاؤلية حولها من ناحية أنه كلنا شركاء، والمقال الكبير اللي كتبته الرائع حقيقة، هل هناك نظرة تفاؤلية حول مبادرة كلنا شركاء؟ والله هو يعني احنا راح نظل متفائلين حتى نستطلع الأرقام. يعني تعرف يعني المبادرة هي الأولى لهذا العام ولا كانت؟ لا، هو بالسابق هو دائما يعني تطرح شعارات كبيرة حول يعني محاربة البطالة. نعم. وتشغيل الأردنيين، إيجاد فرص عمل للأردنيين. شعارات كبيرة جدا ورنانة يعني عهدناها من سنوات طويلة، ولكن الآن تأطرت في شكل مؤسسي، يعني بأنه وزارة العمل اتخذت هذه المبادرة بشكل مؤسسي، ربطت ما بين مديريات التشغيل الموجودة في مختلف محافظات المملكة مع مركز الوزارة لاستقبال طلبات الباحثين عن فرص العمل. أيضا عملت عملية يعني نسميها تشابك أيضا مع القطاع الخاص لإبلاغ الوزارة عن فرص، أو المبادرة نسميها، عن فرص العمل المتوفرة لديهم، حتى يتم مقارنة التباين ما بين فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، أيضا فرص العمل الباحثين عن فرص العمل، ويعني إخضاعها دراسة حتى أنه طالب فرصة العمل يقدم طلبه إلى صاحب العمل، وأن يكون هذا التشابك يعني في النهاية المنتج هو فرصة العمل التي تحقق للباحث عن العمل. طبعا نحن سنبقى متفائلين، ولكن سنبقى يعني بعين الصحفي الباحث عن الحقيقة. أي يعني أي سلبيات يعني قد تحاط بهذه المبادرة، أي تراجع، أي إخفاق، أي فعلا تخلي عن مسؤوليات، أيضا تخلي عن العناوين الكبرى التي طرحت والتراجع عنها وعدم تحمل تبعاتها يعني بالنسبة للقطاع الخاص وأيضا الحكومة، أيضا وزارة العمل، يعني سيتم يعني كشفه ومتابعته وتناوله أيضا صحفيا وإعلاميا، لأنه يعني هذه المبادرة بهذا الحجم الضخم باعتقادي بأنها يعني هي مفصلية يعني في الاقتصاد الأردني. نعم، هي تستحق التركيز، وتستحق أيضا أن نروج لها، وأن يعني أن نتحدث عنها بإيجابية طبعا. يعني لحد ما يعني إن شاء الله. نعم. كل الشكر والتقدير لك أستاذ فارس الحباشنة، ونشكرك على هذا المقال واهتمامك أيضا في كسر حواجز ثقافة العيب، وأيضا فرص العمل للشباب والشاب الأردني، حتى ما لا سمح الله زي ما قلت نخرط في أماكن أخرى ويصير في مشاكل احنا في غنى عنها. نورتنا بصباحنا نورمينا، شكرا كثير لك. شكرا لكم كمان لنورمينا ولك انت زميلتنا. شكرا يعطيك ألف عافية.